السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي في الله، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معايا انا بقى كرومبتين امارات كده زي العسل. يلا نشوف هنعمل فيهم ايه. طبعا انا حطيت ميه على النار تغلي. على بال ما الميه تغلي بقى هنقطع الكرنب كده عشان نسلقه مع بعض. حطيت فيها شويه ملح بس. تمام. دي اسمها الوز يا حبايب قلبي، ما برميهاش، بتبقى طعمها جميل جدا في المحشي. او الورق الصغير ده جميل جدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. خلاص كده بقى ايه. نضفنا الكرومبتين زي ما انتم شايفين وقطعناهم. هنشيل بس الورق الاخضر المندي ده او اللي مش كويس ده. بس كده. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. ميه على النار وفيها الملح غليت. نحط اول كلبوزه كده. اول كرنبايه. انا بحب الكرنب ده اللي هو اسمه بطاوي. الكرنب المكلبس ده اسمه بطاوي، جميل جميل جميل، تحفه بصراحه في الاكل. هو حتى باين اهو عليه. حطينا بقى شويه ميه ساقعين كده جنبنا من الحنفيه. وهندي نشيل الكرنب نحطه في الميه دي نشطفه عشان ميبقاش ليه ريحه وحشه. وبيبقى جميل برضو. جربي الطريقه دي تعجبك. بيبقى الكرنب مسكر. اي ريحه وحشه، اي حبه تراب كده يعني. تغسلي الكرنب اول ما تديله شطفه كده اول ما تسلقيه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. عليه افضل الصلاه والسلام. صلى على النبي يا حبيب قلبي. كل كرنب بقى نطلعه واحده واحده كده بمنتهى السهوله. نحطه في ميه كده في بوله. ونطلعه من الميه على صينيه كده نرصه. تمام. حبايب قلبي ما تنسونيش في اللايك. ولو ما اشتركتش في القناه اول مره تشوفي الفيديو بتاعي، لو القناه عجبتك اشتركي. وفعلي زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وشيروا الفيديو عشان ايه القناه بتاعتنا تكبر. حطوا اللايك يا حبايب قلبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. عليه افضل الصلاه والسلام. صلي على الحبيب قلبك يطيب. خلاص كده قربنا بقى نخلص الكرنبايه التانية اهو. الكرنب ده دلوقتي موجود حاليا في السوق يا حبيب قلبي. منتشر يعني. عايزه تخزني بقى خزنيه في ورق في اطباق فويل او اطباق اللي هي الفويل الصغيره دي. اطباق الفل دي. قطعيه وسويه كده واعمليه رصات في قلب الطبق ده. بيبقى في رمضان. بتفرزيه بقى بيبقى جميل بقى وتطلعيه في رمضان بقى وتعمليه جاهز كده جميل جميل جميل. هنبقى نعمله يوم مره مع بعض. خلصنا الكميه كلها وهي حبايب قلبي سلقناها. وشطفناها ورصيناها كده على الصينيه. يلا بقى بينا نقطعه كده. هنقطعه وسط مش كبير ومش صغير قوي. لا حلو كده وسط. انتي حابه تحطي كمون في ميه السليق يا حبيبه قلبي حطي، بس انا عن نفسي مش بحب احط. بحب الكمون على الصلصه بتاعته او التسبيكه بتاعته بس. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. نخلص بقى الكميه كلها كده زي ما انتم شايفين. ما شاء الله الكرنبتين جابولي حبه حلوين يعني. يلا بقى نقطع الكميه وارجع لكم اهو. خلصنا الكميه كلها ما شاء الله. هنقطعه بقى نسويه كده. كل ده يا حبيب قلبي اللي بعمله من بالليل، لان انا بكره ان شاء الله مثلا هعمل محشي. بالليل اجيب قبلها بيوم اجيب الكرنب اسلقه من بالليل واجيب الخضره ميكس الخضره اللي هي الكزبره والبقدونس والشبت. اخرطه واغسله واسيبه في مصفى يتصفى للصبح. وبرضه جبت بتنجان وقورته بس انا ما جبتوش معاكم وانا بقوره. كل ده هنشوفه مع بعض. كل ده يا حبيب قلبي بالليل. بحب اعمل الخطوات دي بالليل عشان يبقى المحشي خفيف عليا. او اليوم يبقى دمه خفيف ما يبقاش تقيل كده طول النهار اعمل محشي لا. او خلصت اهو. وكمان خرطت الميكس بتاع الخضره. فريش اهي. غسلتها طبعا خرطتها الاول كده غسلتها وحطيتها في مصفى تصفي للصبح وغطيت عليها. حبايب قلبي انا تاني يوم اهو رحت جبت بقى حاجتي.
جبت فراخ بقى وجبت خضار وجبت طماطم، طبعا الطماطم اللي في السوق كلها ما عجبتنيش، مصفرة كده مش حمرا، بس والله كان المحشي زي العسل. معايا بقى ايه نص كوباية من الزيت، ومعاها او ربع كوباية حسب شوفي انتي عايزة تحطي قدام قد ايه، ومعاها معلقة كل حلوة كده سمنة بلدي على سمنة عادية، وعلى زبدة، بحط زبدة على سمنة، على سمنة من العادية من الدكان، وزيت. حط بقى البصل كده ياخد لون، ويلا بينا ننضف الفراخ اللي احنا جايبينها او الوراك، عقبال ما البصلة تاخد لون معانا كده. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. معايا بولة كده حلوة، هجيب انا غسل الحوض كويس، هحط بقى الوراك بتاعتي كده في الحوض. ما شاء الله انا جايبه وراك كبيره، هننضفها بقى مع بعض كده ونغسلها ونحطها في محلول اللي هو بقى عباره عن ملح وليمون بس فقط لا غير. وجبت بقى ايه هاني بنتي الصغيره تقعد تقول لي ماما انا عايزه نجاح مش جناح نجاح، فانا دلوقتي جبت لها بقى كيلو من الهياكل كده فيها جناحه ورقابي عشان بتحب الحاجات دي جدا. قلت ايه اسويه كده مع الوراك بيدي طعم جميل برضو. هننضف بقى الوراك كده بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده كده، اي ريشه بقى اي زفاره فيها ننزلها زي ما انتوا شايفين. والمخاط الابيض ده هنشيله بايدينا كده تحت الجلد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا حبايب قلبي. ده جلد هنشيله كده سمين شويه كده بنشيله. الفشه دي برضو بنشيلها مش كويسه، وننضف مكانها الدم المتجمد. تمام كده، اخلص بقى الكميه كلها وارجع لكم تاني. خلاص خلصنا يا حبايب قلبي، وكل الزيادات تاني لميناها في قلب الكيس بتاعه وهنرميها في الزباله اهي. ويلا بقى نحط لها الليمون والملح مع بعض. كترت الملح عشان ايه انا هنقعها حوالي ساعه الا ربع مثلا نص ساعه عشان انا مستعجله. حط لها ليمونتين كده محترمين. انا فيها معصلجه معايا بحاول اقفلها جامد. كل شويه بقى اقلب فيهم عشان ايه يتغسلوا كويس او يتنقعوا كويس يبقوا نضاف. قلبي بقى كده واركنيهم ايه ساعه اتنين. يلا بينا بقى ايه اغسل ايدي كده واجيب البتنجان اللي انا قورته من بالليل اهو، بسم الله ما شاء الله. هحطه كده في في البوله بقى ايه عليها ميه كده بحبه ملح، بحيث ان البتنجان حبه صغيرين برضو. الملح يا حبايب قلبي في اي خضار اي فاكهه اي خضار، خس بقى بتنجان فلفل اي خضار عامه سبانخ، حاجات اللي بيبقى فيها جز او اتربه، تحط شويه ملح كده وشويه خل بيخلي الاتربه او الرمله بتنزل في قاع الحاجه اللي انت ناقعه فيها. خلاص كده لما خلصنا في الوراك ونضفناها ونقعنا طبعا غسلنا البتنجان نقعناه في ميه بملح. البصله خدت لون. نحط بقى ايه طماطم، بص انا مكتره الطماطم زي برضو مش هتبان في المحشي كرنب، بس والله كان زي العسل. معايا بقى ايه 3 معالق من الفلفل الوسط، المعلقه الصغيره دي بتاعت التوابل بس مليانه. معلقتين قرفه مليانين. طبعا 7 بهارات وكمون، انا حاطه الاتنين على بعض يا حبايب قلبي. هنا بقى ايه كزبره ناشفه، قلبين ماجي او 3 قوالب، مش عايزه بلاش، مش حابه مش راغبه الحكايه دي بلاش. انا بحب احط على المحشي بالزيت الماجي. حطيت 3 قوالب اهو يا حبايب قلبي. ملح، كيس صلصه، قلت احط كيس، انا عندي جبت صلصه يا حبايب قلبي بصفيحه كده صغيره،
ما عجبتنيش خالص في الأكل. فأنا عندي 2 منها والله ما رضيتش أحط منها. حطيت كيس واحد، كان عندي كيس واحد حطيته برضه عشان تبقى حمرا، حاساها برضه إيه مش حمرا أوي. خلاص كده اتسبكت يا حبايبي. هنحط بقى الرز مع بعض ونديله تشويحة كده بسيطة زي ما متعودين مع بعض. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هنديله بقى تقليب اهو. حطوا اللايك اللي ما حطيتش لايك. حبايب قلبي متنسونيش في اللايك عشان الفيديو يترفع والقناة تكبر معاكم ان شاء الله، بأمر ان نبقى احلى قناة على اليوتيوب، فضل الله ثم فضلكم. ادينا له تقليبه كده، سنة زيت بقى اهو، حوالي 3 4 معالق زيت، ونشوح عشان الرز يبقى مفلفل كده وجميل. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. نحط بقى ميكس الخضرة عاملينها من الليل مع بعض. هنقلبها كده زي ما انتم شايفين. خلاص كده انا كده طفيت عليها اهو. يلا بقى نشوف ايه نعمل الفراخ ازاي. معايا انا 3 بصلات او بصلتين 2 وسط مخرطهم، ومعايا هنا حوالي 8 بصلات كبار حلوين وسط برضو، هسلقهم في الشوربه بيدوا طعم جميل جدا. جربي الطريقه دي هتعجبك قوي. طبعا حطيت التوابل كلها مع البصل اهو. هنحط ورق اللورا في الحله اللي هنعمل فيها الفراخ او الوراك. هنجيب كده الوراك ونحط كميه بصل بسيطه كده بين الجلد وبين الفراخ. الطريقه دي يا حبايب انا معتمداها جدا، بس جميله جميله ان شاء الله تعجبكم. هنحشي الوراك كلها زي ما انتم شايفين كده، حاجات بسيطه يعني مش كتير. متبل بقى بالفلفل اسمر، حبه ملح، بهارات السبعه، حاجه بسيطه خالص. اهم حاجه القرفه وجوز الطيب. كل ده وتقلبي البصله بقى كده. انا مخرطاها شويه بالسكينه مش في الكبه، حابه تعمليها في الكبه اعمليها. دول بقى الهياكليات او الجناحه او الرقابي زي ما بتقولوا، شوفي انت يعني تسموها ايه. وحطيناها برضو مع الفراخ وبقيه البصل حطيناه على الفراخ. طبعا جوز الطيب اهي حبه اهو. حبه طماطم كده حلوين محترمين، حوالي 4 حبات من طماطم مضروبه في الخلاط. البصل بقى هنحطه عشان يتسلق يتشوح مع الفراخ. انا هنا هشوحهم على النار يا حبايبي، واول ما ياخدوا تشويحه هزيدهم ميه سخنه. البصل اهو حوالي 10 بصلات 8 بصلات. لو انت بتحبي البصل بيدي والله طعم جميل في الشوربه، ولما بتيجي تاكليه مع الاكل. حشينا المحشي اهو يا حبايبي. عمل لي حلتين، الكرنب عمل لي حلتين، دي واحده منهم. زودتهم شوربه اهي. حطها على النار طبعا تستوي. خلي يا دوبك الصوابع باينه على الوش كده. كده الفراخ اتسلقت بعد ما اتشوحت مع الطماطم والبصل والبهارات. اديتها طبعا شويه ميه حلوين وغليتها استوت وطلعناهم الشوربه. هنرصها بقى على ورقه زبده كده في صينيه او صاج زي ما انتم شايفين كده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نحط الاجنحه كده معاهم، حبه زيت بقى كده. ويا ريت يكونوا مستعمل في بطاطس، فلفل. انا كنت مستعملهم في بطاطس وبتنجان. بحب اوي استعمل الزيت اللي هو مطرحه بطاطس او حاجات بسيطه يعني، بيدي لون للفراخ جميل جدا يا حبايبي، غير اللي انت بتجيبيه من الازازه تحطيه على الفراخ. هديهم مسحه بسيطه كده. وطبعا مشغله الفرن درجه حراره فوق وتحت 230، فرن كهربائي. واحطهم بقى في الفرن ياخدوا لون على ما المحشي يستوي.
بسم الله ما شاء الله، وزي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي خدوا لون جميل واحمروا كده. والمحشي كمان اهو بسم الله ما شاء الله استوى، كان طعمه ما شاء الله تحفة تحفة تحفة. هنغرفه مع بعض اهو، نحط الاكل مع بعض. الف هنا وشفا على قلوبكم يا حبايب قلبي. الفيديو لو عجبكم ما تنسوش في اللايك والشير والسبسكرايب. اكلات وتكات ام بسنت، بحبكم في الله يا احلى متابعين في الدنيا. مع الف سلامة في رعاية الله وامن.